النهارده اقول لك ان عدم تاكدي بتاع امبارح ده النهارده بيتحول لنسبه كبيره جدا من التاكد ان زيزو وقع للنادي الاهلي. حاجات بقى انا تاكدت منها بمصادري الخاصه وبنفسي وعن طريق ناس انا بثق في كلامهم جدا. زيزو وقع للنادي الاهلي. ولكن هل الحكايه انتهت هنا؟ وايه هي التفاصيل؟ وايه هي حيثيات التوقيع؟ وايه اللي حصل؟ صلى على النبي واسمع. وقع زيزو او وقع. اي حد يقول لك زيزو ما وقعش للنادي الاهلي يقول له انت كذاب. زيزو وقع للنادي الاهلي في حضور والده وبمباركه والده وفي حضور عضو مجلس اداره بارز في النادي الاهلي وبمكالمه تليفون عملها كابتن محمود الخطيب. كان قبلها في اجتماع مع كابتن محمود الخطيب وزيزو وقع للنادي الاهلي. طيب تاخد دي؟ زيزو موقع من شويه حلوين. زيزو موقع لنادي الاهلي للنادي الاهلي من شويه حلوين، يعني مش اول امبارح ولا من 3 ايام ولا من 4 ايام ولا اول يوم العيد. زيزو موقع من شويه حلوين. زيزو موقع من شويه حلوين للنادي الاهلي. طيب تفاصيل عقد زيزو مع النادي الاهلي والعروض، ما هو عروض جوه عرض لا يمكن ان ترفض. النادي الاهلي عرض على زيزو كل ما يتمناه اي لاعب مصري في التاريخ، راح او لسه جاي. عقد زيزو مع النادي الاهلي 4 مواسم، عايز اقول لك ان هم هيبقوا ب 300 مليون جنيه. 300 مليون جنيه في ال4 سنين، 75 مليون جنيه في الموسم الواحد. واحد يقول لي انت كاذب، النادي الاهلي لا يعطي لاعبا مصري مثل هذه الارقام. اقول لك اسمع من اخوك يمكن اطلع صح، مش تخسر حاجه. اللي مكتوب في العقد بين زيزو وبين النادي الاهلي هو الرقم اللي بياخدوه لاعبي الفئه الاولى في النادي الاهلي. مين لاعيبه الفئه الاولى في النادي الاهلي؟ امثال المصريين، انا بتكلم على اللعيبه المصريين، سيبك من المحترفين اللي هم علي معلول واشرف بن شرقي ومش عارف، سيبك من دول. المصريين اللي هم زي مين؟ امام عاشور، كابتن محمد الشناوي، حسين الشحات، لاعيبه الفئه الاولى. زيزو زيهم بالظبط في العقد 30 مليون جنيه. لعيبه الفئه الاولى في الاهلي في سقف المصريين 30 مليون جنيه. سيبك من تريزيجيه اللي هيجي هياخد رقم مخالف خالص، لان ده معتبرينه محترف مش معتبرينه لعيب مصري. 30 مليون جنيه. امال فين بقى يا ستيل ال 45 مليون جنيه التانيين؟ هتاخدهم انت ولا ايه؟ اقول لك اخد ايه، استنى. فاضل 45 مليون جنيه. 45 مليون جنيه دول رجل اعمال اهلاوي محب سيتحمل او تحمل بالفعل جزء كبير جدا منهم. وكلمة السر في الصفقة بعد مكالمة كابتن محمود الخطيب وإصراره الشديد على هذه الصفقة هو رجل الأعمال ده. وفي 45 مليون جنيه زي ما قلت لك عليهم بقى من رجل الأعمال ده، وعقد إعلاني وشركة مشروبات طاقة. ضيف عليهم عربيتين رانج روفر رايقين، واحدة لزيزو وواحدة لوالد زيزو. طيب خد العرض، ما هو دي كلها عروض جوا بعض بقى. العرض التاني اللي لا يمكن رفضه. زيزو كانت مشكلته الازليه معانا ايه؟ ان هو عايز منحه تعاقد، عايز في ايده مبلغ كبير قبل ما يجدد. ده احنا رفضناه. الاهلي قال له 75 مليون جنيه دلوقتي اول موسم كامل. انت هتمضي 4 سنين، اول سنه هتاخدها بمجرد التوقيع 75 مليون جنيه، طبعا بالاضافه الى العربيتين الرانج روفر اللي انا قلت لك عليهم، بالاضافه الى ايه؟ تعالى بسرعه. عموله والده اللي اقتربت من ال 27 مليون جنيه مصري. ايه هستيري؟ يعني زيزو مضى، يعني زيزو وقع واستلم فلوس؟ والده استلم عمولته؟ ايه يعني كل حاجه خلاص، عشان بس نبقى قفلنا القصه دي خالص. لا حول ولا قوة الا بالله. امبارح قلت لك انه ممكن لو زيزو مضى واحنا اتفقنا معاه يرجع العقود. لا، يبدو ان الاهلي مصر على اتمام هذه الصفقة ايا ما كانت المتغيرات، ايا ما كان سيحدث. الاهلي مصر على اتمام صفقة زيزو
والعقود بتوقيع زيزو معاه، نسخة مع الأهلي ونسخة مع أحمد السيد زيزو. واحد يقول لي يعني خلاص يا زيزو. أقول لك استنى بقى، بلا زيزو بلا قلبيزو، ما تخلينا في اللي احنا خلينا في الإدارة اللي لبستنا كلنا في حيطة. استنى. زيزو عدد النسخ اللي وقع عليها من العقد قد ايه مش هفتي لك فيها دي لان ما عنديش معلومات بيها، ولكن زيزو وقع على عقود انتقاله للنادي الاهلي، وقع على نسخه، على 2، على 3، وقع للنادي الاهلي. لكل من يقول ان هناك جلسه غدا، اولا زيزو واخد اجازه من بيسيرو نفسه بكره من التمرين، واخد اجازه من التمرين. هل الجلسه اللي بيقال انها ستعقد غدا من اجل حسم تجديد زيزو للزمالك ستعقد اصلا؟ طب مين اطراف الجلسه دي؟ مين اللي هيحضرها؟ ايه الكلام اللي هيتقال فيها؟ تعال. كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، الاستاذ عمرو الجنايني، احمد حسام ميدو، كابتن حازم امام، طبعا كابتن احمد حسام ميدو وكابتن حازم امام، والد زيزو وزيزو. من المفترض ان هناك جلسه غدا السبت لحسم امر تجديد زيزو. سيتم عرض الاتي: 75 مليون جنيه في الموسم، ولكن مش كاش. وافق نادي الزمالك على ان يكون السنه دي من ضمن ال3 سنين. ما هو كان عايز ايه؟ يمضي السنه دي، يوقع التوقيع اللي هيوقعه ده، يحسب الموسم فيه اللي خلص ده من ال3 مواسم اللي هو هيمضيهم. الزمالك وافق، لكن عمولة والده ما زالت عقبة. حتة انه ياخد الفلوس اول موسم كاش ما زالت عقبة. سيتم عرض الامر على زيزو. الامر حتى الان عشان اكون غير مبالغ 90% في الاهلي، 10% في الزمالك. 90% في الاهلي، 10% في الزمالك. هل زيزو هيحضر على جلسة الغد؟ اقول لك ممكن تكون جلسة الغد دي مجرد ان مجلس ادارة نادي الزمالك بيغسل ايده من رحيل زيزو. اهو يا جمهور احنا عملنا جلسة اهو، وهنطلع نقول لكم زيزو لم يوافق على طلباتنا ووالده رفض العروض المقدمة، ونحن لم نتوانى عن الجهود المبذوله في ملف تجديد زيزو، واعذرونا يا جماعه وبتاع. ولكن جمهور نادي الزمالك ما بيضحكش عليه. جمهور نادي الزمالك مش هتاخده في الملف بالشكل ده يعني. مش هتاخده في الملف بالشكل ده يعني. هل انتهت القصه؟ انا لسه قايل لك القصه انتهت. ولكن اذا حدث تدخل مماثل لتدخل المستشار تركي آل الشيخ مع النادي الاهلي في قصه عبد الله السعيد، قد تتغير البوصله من الاهلي للزمالك. ولكن دي محتاجه راجل اعمال بنفس القيمه، بنفس القدره الماليه، انه يدخل يغير البوصله تماما. تعالى يا ابو زيزو عايز كذا خد، تعالى يا زيزو عايز كذا خد، تعالى عايزين اول موسم مقدم خده، عايزين ايه تاني؟ في حاجه تاني؟ لا مفيش. زيزو طب يلا جدد، روح للنادي الاهلي اللي بيحترم رغبه اللاعب بشكل كبير جدا، قول له يا اهلي انا اسف جدا، انا جددت لنادي الزمالك اللي وافق لي على كل طلباتي وكل طلبات والدي. خد يا زيزو، بقى زيزو في الزمالك. روايه كزملكاوي اتمناها. هل هي وردة بنسبة 1%. قد تحدث، ما زالت هناك نسبة موجودة 1%. ما هو عبد الله السعيد كان وقع علينا خلاص 4 سنين وخد 45 مليون جنيه كانوا في شنطة عربيته. ولكن احنا تسرعنا وطلعنا قلنا صفقة القرن، ضحكنا على الاهلي، خدنا عبد الله، انا وامير خلينا، واحمد كمان كان هناك ومضينا عبد الله ونزلنا الصورة. الاهلي عرف، الدنيا اتقلبت، الرأي العام اتقلب، الوسط الرياضي اتقلب. هوب تركي آل الشيخ تعالى خد، تعالى عبد الله، راح الاهلي لا خلاص مش عايزينك يا حبيبي، السلام عليكم، اطلع بقى يا باشا روح مش عارف. الازمة الشهيرة ده ممكن يحصل، وارد بنسبة 1%. الأهلي بيفرق عننا في حاجة، لو زيزو وقع 60 مرة في اليوم لن يعلن النادي الأهلي عن توقيع زيزو إلا مع الإعلان الرسمي بالفيديو بتاع اللعيب.
يعني الاهلي مش هيطلع يقول لك بص الصوره دي وهو بيوقع، بص التسريبه دي وهو بص وهو بياكل الرز بلبن بعد ما وقع بيحتفل هو ووالده. مفيش الكلام ده، ما عندهمش الكلام ده. هنشوف ايه اللي هيحصل. وفي النهايه اتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبتك الحلقه لا تبخل باللايك. نوصل مع بعض بالحلقه دي باذن المولى عز وجل لكام لاكبر عدد من اللايكات انت وذوقك. واللي مش مشترك في القناه اشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد ولينك الانستجرام عندك فوق الكومنت. اعمل لي فولو وانتظروني غدا في حلقه على توقيع زيزو، وهو ان زيزو لم يمتثل الى الجلسه اللي عاوز يعملها الاستاذ ممدوح عباس والاستاذ هاني بيرزي والاستاذ هاني شكري والاستاذ هشام ناصر والاستاذ حسام المندوه، اللي ما حدش فيهم بيطلع فلوس من جيبه غير الاستاذ ممدوح عباس والاستاذ هاني بيرزي. يعني رجال مجلس رجال الاعمال ده اللي جابوا معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، ووسعنا لهم الطريق، وسعنا لهم اتفضلوا اتولوا ديروا النادي حاجات كده يعني ماشي، وهكذا يعني. فده الرانج روفر بقى اللي ماشي بيها من غير نمر، دي من غير نمر. العربيه اللي كانت بتتصلح القديمه اللي عنده كانت بورش ماشي، كانت بورش، لكن دي الرانج روفر اهي يا عم، رانج روفر اهي، اهي رانج روفر ماشي. فالراجل استلم العربيتين. هزيدك من الشعر بيت واقول لك مفاجاه، تبقى مفاجاه زلزال، خليها عندك على جنب. زيزو هيرجع من المنيا، هيقعد مع الناس في شركة القلعة الحمراء جلسة سرية مع محمد كامل وشريف حسن لوضع التصور للإعلان اللي هيشارك فيه لترويج الاستاد والمطالبة ومطالبة جماهير النادي الأهلي بحتة بقى الاستاد والدعم والحكاية والرواية وطوبة عليها اسمك وأفكار أخرى وبوابات واسم اللي حاجات، في حاجات كتيرة جدا هتباع شركة القلعة الحمراء ماشي. والإعلان ده هينزل بعد الإعلان الرسمي، بعد الإعلان الرسمي عن انتقال زيزو للنادي الاهلي، يعني مع نهايه الدوري والكونفدراليه وكل الحاجات دي خلاص هيتم الاعلان. لكن هو بيرتب للاعلان ده، بجيب لك بالاسامي مش هقول لك بقى لكاني ولا ماني، وهياخد من الاعلان ده مبلغ محترم جدا جدا جدا. وكل ده عمله الاسطوره كابتن محمود الخطيب، لان خلاص نادي الزمالك بيضرب في الاهلي، عمرو الجناين وميدو راحوا كلموا الناس كلها وماشي، وبداوا يلعبوا في فرقه النادي الاهلي. قال لك مش هم خدوا بن شرقي؟ هو ما خدش بن شرقي منك، هو خد بن شرقي من الريان القطري، ما خدش بن شرقي منك، وانت ما جبتش بن شرقي، وانت اللي حليت صفقه بن شرقي لجمهور النادي الاهلي ماشي. فقال لك خلاص اخد زيزو، هتعامل معاه لانه لاعب اجنبي، هتعامل معاه لانه بيرسي تاو وياخد اللي ياخده. وعندنا شركه الكوره استاذ ايمن واحمد حسام عوض واحمد شمس الدين عندهم افكار جباره ازاي يجيبوا فلوس خلاص. فمحمد كامل هيعمل قاعده معاه لمناقشه شكل الاعلان، والاعلان هيبقى عامل ازاي وتصوره ازاي ماشي. وبيقولوا ان في الاعلان ده وارد يبقى مع اشرف بن شرقي ومين الله عليك وامام عاشور، عشان يبقى اعلان طم مفاجاه للكل. لما بقول لك الكلام ده بقول لك معلومات، انا قبل كده كنت بقول لك 95%، لكن لما تاكدت بما لا يدع مجال للشك قلت كده ماشي يا سيدي ماشي. الاستاذ احمد الخضري قال، بس الاستاذ احمد الخضري ما قالش تفاصيل. الاستاذ احمد الخضري قيمه اعلاميه كبيره لنادي الزمالك وقال الكلام ده من بدري، انا معاك، لكن ما قالش التفاصيل اللي انا قلت لك ولا الحصريات. انا بديك اب تو ديت المعلومات، وبقول لك والده صرف الفلوس ليله القدر 27 رمضان، صرف ما جملته 30 مليون جنيه ماشي، وكل شيء تمام وكل الامور تمام، والعقود في النادي الاهلي فرع الجزيره مع الدكتور عبد الله شحاته اللي تسلمها من الدكتور سعد شلبي ماشي. ولما هتتوثق، انا كنت فاهم معلومه غلط ان هو والده خد نسخه، لا قال لك لما تتوثق بياخد نسخه، تبقى نسخه مع النادي الاهلي ونسخه مع اللاعب ونسخه في المنطقه ونسخه في اتحاد الكوره. قال لك لما بتتوثق، قال لك لكن الكلام ده ما فيهوش اي حاجه انك تقدر ترجع فيها او تعمل او تسوي او حاجات بالشكل ده ماشي الحال. ف يعني ربنا يكرمه ويوفقه. احمد زيزو هو اللي اختار، والناس في النادي الزمالك للامانه يعني تلعبوا بيه منذ بدايه الموسم، محدش خلص معاه ساعه ما جاله عرض نيوم السعودي في الصيف الماضي وقالوا لا انت هتجدد وانت من اصول نادي الزمالك وهنخلص لك، محدش خلص. عشان كده بقول للاستاذ عمرو اديب ماشي ايه بقى، بقول للاستاذ عمرو اديب ايه، الاستاذ عمرو اديب كاتب ايه ماشي، كاتب قال لك الموضوع بقى واضح ماشي الحال. اللي معاه فلوس اكتر وجاهزه هياخد زيزو
لا تكلمنا عن الفانيلا والكلام الفارغ ده. بسم الله ما شاء الله، في نادي معاه فلوس من هنا للسما، بيجيبوها منين مش مهم، جاهزين وحاضرين يشتروا زيزو وحسام عبد المجيد ولو ناصر منسي كمان. في الاخر يقول لك الاهلي كله من اولاد النادي. يا استاذ عمرو، يا استاذ عمرو، عاوز اقول لحضرتك حاجه. يعني اول حاجه ان احنا دلوقتي الكوره بقت احتراف، وانت دلوقتي الناس في نادي الزمالك دول رجال اعمال جم للنادي وعاوزين يعني يخدموا النادي، وقال لك جايين عندنا حل لكل مشاكل النادي وهكذا. يعني ما شفناش حل، ورجال الاعمال دول كلنا ساندناهم وحضرتك اولهم ساندهم ودعمهم. لكن النهارده الناس ما دعمتش. طب الاهلي بيشتري مش عالم احتراف، مش لعيب خلص عقده، انت ما جددتلوش ليه؟ طب ما عندك في الاهلي لعيبه خلص عقدها، عندك محمد الشناوي وعندك حمزه علاء اللي تفاوضوا معاه في مرحله من المراحل، وعندك اللهم صل على محمد ياسر ابراهيم وتفاوضوا معاه وتواصلوا معاه، وعندك رامي ربيعه ماشي، وعندك عمرو السوليه. ما انت بتتفاوض مع كل دول وده حقك الطبيعي. احنا في عالم الاحتراف، احنا في عالم الاحتراف ماشي. عربيه مش مرخصه اهي، مش مرخصه اهي، اهي مش مفيش نمر. انت عايز تقول لي تقوله قوله بقى ماشي. العربيه الثانيه بورش، انت بقى خبير في العربيات او تاجر عربيات ماشي يا عم، ربنا يزيدك ماشي. فالاستاذ عمرو اديب بيتكلم في ايه؟ في ان اللي معاه فلوس ما تعرفش تجيب منين. ليه يا استاذ عمرو؟ الاهلي شوف رعايته دلوقتي في ال4 سنوات متخطيه المليار و300 مليون. الاهلي جاي له 10 مليون دولار من الفيفا نظير مشاركاته. الاهلي خد 4.5 مليون دولار نظير الفوز بدوري ابطال افريقيا. خد من فلوس من المشاركه في فيفا انتر كونتيننتال. خد فلوس من كل البطولات اللي بيشارك فيها. فالاهلي بيكسب بطولات وبياخد فلوس، وعنده لعيبه باعها وخد منها فلوس، سواء بقى محمد شريف، حمدي فتحي كده، اعاره ديانج، اعاره احمد عبد القادر وهكذا يعني. لكن اللي احنا بنقوله بنأكد عليه ان زيزو اهلاوي 100% وفقا لتأكيدات المسؤولين في القلعه الحمراء. ليه بقى؟ لان الاستاذ فتحي ده كاتب صحفي كبير، راجل يعني له مكانته كرئيس تحرير اخبار الرياضه، وواحد من مؤسسي اخبار الرياضه هو والدكتور علاء صادق، وقيمه اعلاميه كبيره. وقال لك المعلومات دي خدها منين؟ خدها من المسؤولين في نادي الزمالك اللي اتاخروا في حسم الملف ماشي. طب انا معلوماتي واخدها منين؟ من المسؤولين في النادي الاهلي. وخد الجمله اللي بعدها: ومقربين جدا من احمد زيزو. ومقربين جدا من احمد زيزو ماشي. احمد زيزو اهلاوي، احمد زيزو اهلاوي. واذا انا قلت في اللايف اللي قبل ده بعد صلاه الجمعه، قلت ان ممكن مسؤول سياسي يضغط على الاهلي. اتقال لي من النادي الاهلي مفيش ضغوط، مفيش حد بيتدخل من بتوع السياسه، مفيش حد بيتدخل ولا في ضغوط. واللاعب عاوز، قلت له انت المفروض اللاعب قال عاوز اروح الزمالك بعد كل ده، قالوا ساعتها يحلها الحلال. لكن والده قال لي كابتن محمود الخطيب انا مديك كلمه يا كابتن والموضوع خلصان. انا قفلت، انا ما جيتش للاهلي غير لما الباب اتقفل في نادي الزمالك، وغير لما المسؤولين في نادي الزمالك تجاوزوا في حق والد زيزو. ودي نقطه مفصليه جدا. انت متخيل لما يبقى مثلا راعي نادي الزمالك الاول ممدوح بيك عباس يتجاوز في والدك وانت لعيب في النادي؟ طب تسمح له ليه ان هو يتجاوز في والدك يعني؟ ويحرض ان زيزو يبقى عاقل والده ما يسمعش كلامه ويقول له انت مخلف وبتاع، شوف مصلحتك وخد قرارك بنفسك. ليه؟ لو انا ما شاورش والدي اشاور مين؟ يا اخي ده انا دلوقتي اشاور ابني. لو بنيجي نعمل حاجه بنشاور وبناخد راي بعض. ممكن حد يقول لك راي يبقى كده تشاور المقربين منك ماشي. فالراجل شاور وخد قراره وراح للنادي الاهلي برجليه، وقعد في بيت احد المسؤولين الاهلاويه في التجمع، وخلص كل حاجه في نهار رمضان. ما لحقش لا يشرب لا مانجا ولا ميه ولا تمر ولا عرق سوس ولا سوبيا ولا اي حاجه خالص. كان في الصيام الراجل. والده خد الشيكات وصرفها، صرفت الشيكات يوم 27 رمضان ماشي وخلاص. والراجل اهلاوي 100%، 100%. ووالده يتمسك بالانضمام الى النادي الاهلي. وهزيدك من الشعر بيت ان هناك مسؤولين كبار عن الرياضه المصريه على يقين تام بهذا الامر، والله العظيم. قيادي في مستقبل حزب مستقبل وطني يوم ما مضى تاني يوم قال لي زيزو مضى في الاهلي. قلت له طب اديني امار، يعني قول لي تفاصيل. قال لي اللي انا عرفته انه مضى وخلص. وواحد تاني صديق ليا زملكاوي، ولو قلت اسمه وشخصيه عامه، قال لي زيزو مضى. قلت له مين اللي قال لك؟ قال لي ولاد الاستاذ ايمن حسين رئيس شركه الاهلي لكره